سلام، أهلًا وسهلًا بالجميع. بالنسبة لهاد المنتوجات هادي كيف عودتكم فكلهم ممكن أنكم تاخدوهم. الرقم ديال الهاتف تحت الفيديو. أي منتوج عجبكم ما عليكم إلا أنكم تدخلوا عندي الواتساب. وبالنسبة للأثمنة فهي جد مناسبة، وبزاف ديال المنتوجات فيهم لي طاي وفيهم اللوينات. وانتم تتشوفوا هاد المنتوجات هادي نحكي لكم قصة ندم ديال اليوم، وهي قصة أسماء. أسماء هي آخر العنقود، تولدت في واحد الأسرة. الأب ديالها فقيه، الأم ديالها ربة بيت، خوتها عندها الولاد والبنات. اللي يمكن نقول لكم على أسماء أنها فرحت ماشي غير دارهم، الفرحة ديال الحومة كاملة، بل الفرحة ديال المشاش ديال الحومة. لأن إلا قلبتي على أسماء غادي تلقاها وسط جماعة ديال المشاش تتوكلهم، أو في الحانوت تشري المشاش ما ياكلوا. دائما مبتسمة، دائما فرحانة، والحومة كلها تيحمقوا عليها. إلا قلبتي على أسماء في الشتاء غادي تلقاها تتصاوب فين غادي يولدوا المشيشات، فين غادي يتخباو المشيشات. هذيك هي الخدمة ديالها. خدات أسماء البكالوريا ومشات لمدينة واحدة أخرى، لأنها كانت ساكنة في واحد الفيلاج اللي هو صغير باش تكمل القراية ديالها، لأن الشعبة اللي اختارتها ما كايناش في المدينة ديالها. حياتها بسيطة، بساطة ديالها، والابتسامة ديالها دائمة، والعائلة ديالها تيموتوا عليها. تيسميها باباها غير الحنينة. أسماء في مدينة واحدة أخرى اضطرت أنها تمشي لواحد الدار اللي فيها مجموعة ديال البنات كارين ديك الدار من واحد السيدة. وجات داك الدار اللي كارينها شي شوية بعيدة على الشوارع، يعني بعيدة على الشانطيات. حتى لهنا عادي. معاها 4 ديال البنات في نفس الدار تيتشاركوا الحمام والكوزينة، والباقي كل وحدة بالبويس ديالها. وديك السيدة اللي كاريه ليهم معروفة، واحد السيدة اللي هي مزيانة ومتخلقة وتتكري غير للطالبات، يعني ديك العمارة كلها ديال الطالبات. والحومة جات محترمة يعني، وكل شيء محترم حتى لهاد الساعة هادي، كل شيء مزيان، ما كاين حتى شي مشكل. ظروف غادية مزيانة، دائمة الاتصال بباباها وباباها دائم الاتصال بها. المهم ما تينقاطعش الاتصال في الواتساب، وكي دايروا بابا وهذا دائما. المشيشات ديالي طلع ليهم، عندك شي مشيشات خليوها بالجوع، عندك هذه لابورس ديالها النص ديالها غير على المشيشات، وغاده بواحد الحياة بسيطة وزوينة وسهلة. واحد المرة باباها جالس حتى جاه اتصال: واش انت اب الفلان فلانية؟ ييه، اجي ضروري بغيناك في السبيطار الفلان فلاني. السبيطار الفلان فلاني في المدينه الاخرى. تيقول لهم شنو كاين، تيقولوا له اجي وتعرف. السيد شحال ما هو غادي هو ولدو في الطوموبيل، والمسافه تتزيد تتبعاد. يعني اطول وقت دوزو في الحياه ديالو هو داك النهار، لان تيتصل بالتليفون ديال اسماء ما تتجاوبش. خوها الكبير في العمر ديالو 35 سنة، والأب ديالهم في العمر ديالو 70 سنة. أسماء العمر ديالها 20 سنة، وعنده بنات وولاد أخرين. المهم ولدو تيطمئنو، تيقولو إن شاء الله خير، إن شاء الله ما كاين حتى حاجة، راه أسماء بعقلها، راه ما تخافش عليها، ماشي هاديك اللي تنخافوا عليها. تيطمن الأب ديالو، الأب ديالو تيقولو شي نخصة عندي في قلبي، شي حاجة ما مريحانيش. المسافة بين ديك المدينة وفين ساكنة أسماء واحد الساعة ديال الطريق. وصلوا لداك السبيطار، دخلوا، اجيو تعرفوا على الجثة. الأب ما فهمش واش هذا كابوس، واش هذه حقيقة، شنو اللي تنعيشوه تيدور عند ولدو حتى هو ما فاهم والو. شنو واقع لختك، واش هذه حقيقة،
واش فيقني يا ولدي، فيقني يا ولدي، ضربني يا ولدي. السيد عارف بينه وبين الله وفقد الكونترول ديالو وما قدرش، ما قدرش تشوى. شنو واقع ما شنو واقع، قالوا ليه راه هاد البنت هادي وبنت وحده اخرى وجوج رجال داروا واحد القصيده خايبه. كيفاش؟ قال لهم طاكسي، قالوا ليه لا، طوموبيله عاديه. الاب ما استوعبش، مشات الفكره ديالو لحاجه وحده، ان بنته خارجه الطريق ما مزياناش، شنو غادي يقول للناس؟ من كثرة الخوف من الشُّهى والفضيحة، المشاعر ديالو تخلطات، ما بقاش حزن، ما بقاش غضب، ولا حشمة، ولا خوف، ولا خوف من الآخر. تيقول لولدو تشوّهنا، تفضحنا، تيقول لولدو غير تسنى با غير نعرفو شنو كاين، تيقول له تشوّهنا ولدي، تفضحنا، تفضحنا ولدي، تفضحنا. المهم دخل الأخ ديالها تعرّف على الجثة بلي هاذيك هي ختو فعلًا. رجّع باه للدار، وباه ما باغي يهضر حتى مع واحد، وما باغي يستقبل حتى شي واحد، وما باغيش يتفاهم نهائيًا. ورجع الدري باش يدير الإجراءات ديال أنه يخرّجها وكذا وكذا، وداك الشيء تيستدعي وقت وانتم عارفين. المهم شنو وقع؟ كلشي بقى في علم الغيب وكلشي داز بالزربة. الأب حاجة وحدة، أنه ما باغيش نهائيًا يستقبل شي واحد، وما باغي تيقول لهم بلي بنتي ماتت شحال هادي ودفنتها، وأصلًا أنا ما ولدتش شي وحدة سميتها أسماء. هذاك الشي اللي على لسانو ما بغاش يحيدو. الأخ ديالها تيخرج عند الناس تيهضر معاهم وكلشي، والأب ديالها مطرق الباب تيقول لهم ممنوع يدخل عندي شي واحد. المهم بقاو على ديك الحالة حتى النهار اللي غادي تجي فيها لومبيلونس مسكينة هازة ديك البنيتة. الأب ديالها مطرق الباب، الناس على برا، ما خلى حتى شي واحد يدخل. ولكن الجيران كل واحد شنو شرا وكل واحد شنو وجد، وكل واحد فيهم ما تيخليش الآخر أنه يهضر على هاد البنت بشي حاجة خايبة، لأنهم كلهم تيقولوا باللي مستحيل أن هاد البنت غادي دير شي حاجة خايبة، ضروري أن كاين شي حاجة، سكتوا ما تقولوا حتى شي حاجة، سكتوا ما تقولوا حتى شي حاجة على ديك البنيتة. كلشي حتى من السعيان ديال الحومة تيبكيو، كلشي تيبكي، بنات وولاد رجال كلشي تيبكي على ديك البنيته. وحزت في القلب ديالهم الطريقه ديالها، والطريقه الموت ديالها كانت صعيبه بزاف. جات ديك البنيته وباها طرق الباب ما خلى حتى شي واحد يدخل، والجار ديالو حل الباب وقال لهم دخلوا هذه بنتي. الجار هو اللي استقبل البنيته وجاو احسن فقها ودارت ليها احسن جنازه، وتبعوها بزاف ديال الطوموبيلات، واحد العدد ما يمكنش يتحصى. وكان الاخ ديالها الكبير وقفه رجل على رجل وحده، قام بكل شيء بالتعزيه وبكل شيء، والاب ديالها مطرق عليه. اما الام ديالها بلا ما نقول لكم حالتها ولا نوصفها لكم، راه غادي تكونوا وصفتوها لراسكم وتخيلتوها لراسكم. جالسه في واحد الركنه قاطعه الهضره، ما تتهضر، ما تتكلم، ما تتبكي، ما تدير حتى شي حاجه، مصدومه. وخواتاتها بحال هكاك، واحد الحاله اش غادي نقول لكم، شي معنكشي وبلا بكا، يعني واحد الصدمه اللي هي ما بين الحزن، ما بين الخوف، ما بين الحشمه، ما بين التساؤل اشنو واقع. فات الوقت بحال هكاك، والحومه سبحان الله هي تبدلات من داك الحومه اللي الناس يبغيو بعضياتهم، كلشي حاضر راسو، كلشي حزين، كلشي باكي، كأن الجنازه الحومه كلها ماشي غير في الدار ديال اسماء، وكلشي الغصه عنده في قلبه علاش هي بالضبط يوقع ليها بحال هكا، شنو الغلط. فاتت 5 شهور على هاد الحاله، حتى لواحد النهار الاب ديال اسماء
غادي للجامع صلاة الظهر يصلي، تيسمع واحد البنت تتعيط ليه، الحاج فلان بالكنيه ديالو، الحاج فلان دار عندها بحال هكا، تيشوف اسماء هي بنته، هي تتقرب وهي تيقول هي تتقرب وهي تقول هي توقفات قدامه، لا ماشي هي. شاف فيها والغصه عنده ديال البكا، باغي يبكي لانه ما بكاش. قال لها نعم بنتي تعرفيني؟ قالت لي انا صاحبه اسماء. طار مشى للجامع، قال لها ما هضرش معاها، بقى في الجامع شي ساعه ديال المكانه وخرج، لقى ديك البنت باقا تتسناه. جرات عنده الحاج عافاك خليني غير نهضر. قال لها انا ما والش شي وحده سميتها اسماء، ما عنديش اسماء. قالت له لا عمي عندك اسماء، وانا عييت ما نقلب عاد لقيتكم، راني عييت ما نقلب عاد لقيتكم وعاد لقيت البلاصه ديالكم، وراني جيت تنسول الحومه عاد عرفت باللي اسماء راه هي ماتت، انا هي البنت اللي كنت معاها في الطوموبيل. شاف فيها وقال لها وبوجهك احمر جايه عندي؟ قالت لي بوجهي احمر عمي، اسماء احسن واشرف بنت في الدنيا وانا غادي نعاود لك شنو وقع. قال لها سيري في حالك، سيري بعدي مني علاش جايه، حتى بغيت ننسى هذا الشيء. قالت له هذا الشيء ما تيتنساش، انا عمي راني ما كنتش بخير، انا راني كنت كوما، وانا غادي نعاود لك من الاول شنو وقع، خصك تسمعني. تصنت عليا عافاك، تصنت عليا راكم ظالمينها. المهم شنو وقع؟ قالت ليه انا السبب في كل شيء، داكشي اللي وقع، وكلهم ماتوا باش انا نعيش. قال لها كيفاش؟ قالت ليه انا راني من بين البنات اللي كاريين مع اسماء في نفس الدار، حنا كنا كاملين عايشين في نفس ديك الدار. قالت ليه انا تجيني انا فيا السكر، مره تيجيني واحد الهبوط سكري خايب، تجيني واحد الغيبوبه. قالت ليه جاتني غيبوبه في وسط الدار، شافتني اسماء كاينه غير هي، مشات تجري ما عرفات ما دير، مشات تجري لقات الدري اللي كاين في حدانا حتى هما الديور اللي كاريين فيهم الدراري اللي تيقراو حتى هما في الجامعه. لقات داك الدري، قالت ليه عندي صاحبتي شنو واقع ليها وشنو واقع ليها، راه خصها الطبيب، خصها هادي. قال ليها نتعاونوا انا وياك نهزوها حيت جا الشارع بعيد، قال ليها باش نقدروا نشدوا طاكسي ونديوها. هما تيتعاونوا باش يديوها، لقاو واحد السيد من اتجاه الاخر جاي بالطوموبيل، شافهم بحال هكايا كنت غاويت، طلع عليهم الطوموبيل، قال لهم واش ممكن انني نعاونكم اولادي وكل شيء. راجل كبير عليهم، غيكون في الخمسينات. قالوا ليه راه عندها نزول ديال السكر، راه هي في غيبوبه، خاصها ضروري الطبيب نعتقوها. قال لهم طلعوا، وهكا طلعهم داك السيد وغاديين بواحد السرعه، والمسافه ما بين فين كاينين هما وداك السبيطار واحد المسافه اللي هي بعيده، لان كيف قلت لكم هما بعاد على الشارع، جاو شي شويه خارجين. المهم غادي بواحد الجري وصل القنطره، تقلبات بهم الطوموبيل، دخل فيهم شي فولفو، تقلبات بهم الطوموبيل قدامه الامانه امانته. اسماء في البلاصه ماتت الله يرحمها. هاد صاحبتها هادي بقات في الكوما واحد السيمانه، عاد لقاو عندها بزاف ديال التهراس في يديها وفي رجليها، والمهم دازت عليها باش توقف على رجليها. الولد الاخر حتى هو كان مهرس، وعائلته داوه لمدينه واحده اخرى لانه جاي من مدينه واحده اخرى، وهي اصلا ما تعرفوش شكون هو. السيد الاخر الراجل الكبير مات، وما عرفاش حتى هو شكون هو ولا شنو وقع ليه ولا حتى شي حاجه. المهم من بعد هذه المده هذه كلها بقات تتسول فين ساكنه اسماء، فين ساكنه اسماء، فين ساكنه اسماء. بغات غير تجي وتقول لكم ها شنو كاين، لان ما عرفاتش شنو كاين. منين جات لقات باللي تيقولوا اسماء لقاوها مع واحد جوج رجال، والبنت انا هي البنت، انا هي البنت. قال ليها جايه باش تكذبي عليا من بعد هذه المده هذه؟ قالت له تصنت عمي. شدات الواتساب، اتصلت بصحاباتها اللي كاريين معاهم في نفس الدار، قالوا البنات كي دايرين لاباس عليكم وكل شيء، فين كانت اسماء؟ قالوا ليها ما نعرف، راه من نهار وراه صاحبتي واش نتيا فقدتي الذاكره عاوتاني ولا شنو وقع لك؟ راه اسماء سميتو
راه أسماء من نهار اللي نتيا مشيت بداتك ما رجعاتش، ما عرفنا شنو وقع ليها. سمعنا ايوا هنا شدي السيد شدها غوته وحده يا الحنينه يا الحنينه يا الحنينه يا الحنينه. تتجمعات الحومه كاملين وتجمعات دار وتجمعوا. السيد جات واحد الهستيريا ديال التلبكه اللي ما بكاهاش منين ماتت بنته. ديك الليله دار جنازه واحده اخرى وجمع فيها الناس وحيا فيها كل شيء وبكاو من جديد وكلوا المشيشات وعاد رجعت ليه الحياة. مسكين القلب ديالو. ولكن ما عمرو سامح نفسه انه واحد النهار ظلم بنته، ما عطاش فرصة انه يبحث ويقلب يرجع للدار فين كانت ساكنة ويسول ويستقصي ويشوف شنو واقع، ويسول عائلة الراجل اللي كان معاهم، ويسول عائلة الولد اللي كان معاهم، ويسول عائلة هاد البنت اللي كانت معاهم، ويقلب على هاد الدراري اللي كانوا معاهم ويعرف الحنينة ديالو شنو وقع ليها بالضبط وكيفاش وصلت لهاد الحالة هادي وشنو وقع ليها بالضبط. يعني لو كان ما جاتش هاد البنت هادي وقلبات على صاحبتها وتبتات البراءة ديالها، او لو كان هاد البنت هادي ماتت معمر مسكينة البراءة ديالها ما تبان وتبقى دائما راهي تفضحات، راهي تشوهات، راهي غلطات، راهي ما مزياناش. يعني الانسان ما خصوش يحكم على الواحد حتى يعرف الظروف ديالو بالكامل، ودائما يخلي فكرة باللي هذا الانسان ممكن انه يكون فعلا داير وممكن انه ما يكونش داير. ما نجيوش نحكموا على حساب داك الشيء اللي شايفين قدامنا، نحكموا بداك الشيء اللي تربيناه، نحكموا دائما نكونوا حليمين، دائما نكونوا حنان في الناس اللي مقربين لينا، ما نكونوش حنا والايام عليهم، ما نكونوش حنا والظروف عليهم. يعني هاد البنت هذه راه كانت قدام الناس كاملين راها ما مزياناش، راها ما متخلقاش، ماتت مع الرجال، ماتت فواحد الكسيده خايبه لحقاش دارت وهي مسكينه ما دايره حتى شي حاجه. كانت باغا تعتق صاحبتها اللي كان عندها نزول سكري. الدري شافها حاصله هز معاها البنت باش يمشيو يعتقوها، حتى هو العالم سيد ربي شنو به. هادشي اللي كاين لي اليوم. الى عجبكم شي ما نتوج ما عليكم الا انكم تكومونديوه، كل شيء ديسبو وبثمن جد مناسب وجودة جد ممتازة والتوصيل مجاني للمغرب كامل. السلام عليكم.